السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنقطع العيش البلدي اللي بالقمح، وهقولك باذن الله كل الحاجات ان شاء الله كده اللي انتوا سالتوني عنها في الفيديوهات اللي قبل كده. ده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ده دقيق قمح بلدي ودقيق عليه من التومين، يعني من دقيق التموين. ماشي. هنسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على آلك واصحابك اجمعين. هنسمي الله كده ونبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا انا ما عجنتش في الفيديو عشان بياخد وقت معايا طويل، عجنا لكم قبل كده في فيديوهات كتير. هحط لكم باذن الله فيديو ولا اتنين في صندوق الوصف للعجن بس، وفيديو كمان للرح بس للناس اللي هي عايزه تتعلم الخبيز على المطرحه. هحط لكم ان شاء الله الفيديو بتاع الرح ده احنا عاملينه بدون مونتاج خالص، يعني احنا جايبينه قدامكم على طول. كأنه بس مباشر كده قدامكم. ماشي. هحط لكم باذن الله الفيديو في صندوق الوصف، هتلاقوه في علامه الاي باذن الله. هنا بقى فرشت الردة بتاعتي او النخالة على الصواني على قد الكمية اللي انا عجناها. ما شاء الله اللهم بارك، احنا عاملين كمية النهاردة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كمية حلوة. بدأت لميت وش العجين. ليه بلم وش العجين؟ بحس انه بيديني عرق للعجين زيادة. يعني انا لما بلم وش العجين زي ما شفتوني كده بيدي عرق للعجين زيادة شوية. يعني ايه عرق للعجين؟ يعني بيخليلي العجين بتاعي بدل ما هو سايب كده وطري ويمسك في المطارح ويمسك في الصينية ويمسك في ايديا ويشر مني هنا وهنا ويبقى طري وعجينته مش مظبوطة، بحاول ان انا لما قبل ما باجي اقطع بلم وش العجين لما بسيطة زي ما شفتيني في اول الفيديو. ما بلمهاش جامد وانزلها في وسط العجين وهبطه كله. لو هبطته كله هيتخن معايا في الخبيز، وهاجي اخبز الرغيف الاقيه حتت تخينه كده وجواها عجين من جوه وما يبقاش مظبوط معاكي. والوش بقى يبقى رقيق والوسط الرغيف هيبقى رقيق والحروف بتاعه الرغيف هتبقى تخينه ومش هيترحم معاكي سهل، يعني هيغلبك في الخبيز. علشان كده احنا بنقول بنلم لمه بسيطه قوي من على وش العجين، بحيث ان احنا بنديله عرق ونبدا بقى باذن الله كده نبدا نقطع على طول. بنقطع عليه النهارده بنقطع على زيت. انتوا عارفين قبل كده ان احنا بنقطع على زيت وعلى دقيق، قايله لكم في الفيديوهات اللي قبل كده. حسب ما انتي الجو عندك ايه وحسب ما انتي العجينه بتاعتك، لو العجينه بتاعتك طريه قطعي على دقيق. لو انتي عجنتي العجينه خلاص وجت طريه معاكي قطعي على دقيق، هيمسك لك العجينه شويه ويخليها ماسكه نفسها شويه. بس لو قطعتي على دقيق في اي وقت تقطعي على عجين على دقيق فيه، يعني في اي وقت تقطعي فيه على دقيق. حاولي انك انت تخلي الصواني او الصينيه بتاعتك اللي انت مقطعه عليها العجين ما تخليهاش في مكان هوا، علشان الهوا هو اللي هيخلي لك وش الرغيف يشقق. طيب اللي كانت سألاني حبيبه قلبي وكانت بتقول لي يا ام يوسف انا عملت العيش ووشه كله شقق مني، اعالجه ازاي؟ عشان لو حصل معايا بعد كده هتعالجيه ازاي؟ هتجيبي كوبايه ميه او طبق فيه ميه وتحطي ايدك في الطبق وتمشي على العجين وهو مكانه كده على الصواني. طبعا كده هيكون مرتاح. وعايزه تخبزي قبل ما تبدأ خبيز هتجيبي حبة مية، عايزة تجيبي مية على زيت هادي، عايزة تجيبي مية بس وبلي ايدك فيها وحطي ايدك على وش الرغيف زي ما شفتيني وانا بحطه دلوقتي على الصينية. تمام كده. يبقى انا لما باجي احط ايد اهي زي كده، الرغيف محطوط ببلي ايدي ميه وامشيها على الرغيف وارجع بلي ايدي ميه تانية وامشيها على الرغيف التاني، بحيث ان الرده ما تجيش معايا في ايدي علشان ما تجيش على الرغيف التاني وتبهدله مني وشه رد. يبقى احنا كده لو وش الرغيف شقق مننا هنبل وشه ميه بايدينا، مش هتحط كتير ميه كتير، انت هتبلي ايدك بس في طبق كده ميه وتحطي عليه ميه نظيفه طبعا. طيب احنا طبعا زي ما بنقول لما بنيجي نتعلم بنعمل مقاس قليل يعني عجين قليل، وكمان بنقطع القطعه بعيده عن التانية وبنقطع القطعه صغننه شويه، الرغيف يعني صغنن. لما نبدا نتعلم نبدا بسم الله ما شاء الله كده نعمل بقى كميات كبيره ونبدا نعمل حاجات كبيره. طبعا احنا عاملين الكيلو دقيق هحط لكم علشان باذن الله ان استفدتوا منه لسحور رمضان. اعملي الكيلو بدري كده، يعني مثلا بعد ما تفطري او قبل ما تفطري على طول اعجني كيلو الدقيق. هتيجي بعد الفطار على طول بعد ما تفطري كده وتصلي وتروقي مطبخك هتبصي تلاقيه طلع الخبز معاكي، ابدأي سويه هتاكلي منه في السحور. رغيف طري وحلو وجميل، وهي ملح وميه وخميره بس. يعني انا عجنه الكميه دي كلها ما شاء الله اللهم بارك بحته خميره. الخميره في الشتاء لما بنزودها بتخلي الخبز معاكي حلو، بتخلي العجين معاكي يخمر على طول، لان طبعا الجو ساقعه والدقيق في الشكاره بيكون متلج يكون ساقع من الجو اللي حواليه. وبتلاقي الميه كمان انت عايزه تدفي بقى الميه، لما بتزودي خميره وتدفي الميه في الشتاء ما شاء الله اللهم بارك بتطلع لك نتيجه حلوه. واحنا طبعا قايلين ان لما بنقطع في الشتاء بنقطع الكميه كلها،
ماشي. وبنستنى حوالي نص ساعة ونبدأ تسوية الخبز. اما في الصيف احنا قايلين قبل كده ان احنا بنقطع في الصيف صينية او اتنين بس من الكمية، لو هي كمية كبيرة ما شاء الله اللهم بارك بنقطع صينية او اتنين بس، ونستنى 5 كده ونحمي الفرن بتاعنا. وبعد ما نحمي الفرن لو هو فرن طينة يعني بلدي، اما لو فرن اللي هو الغاز زي اللي احنا هنطيب فيه دلوقتي عادي، قطعي براحتك واستني 5 وقطعي بقية الكمية وابدأي بقى تسوية كله مرة واحدة. يبقى انا اللي انا قطعتهم الفترة التانية دي عبال ما اوصل ليهم في التسوية بيكونوا ارتاحوا زيهم زي الفترة الأولانية، زي الصينيتين اللي في الفترة الأولى يعني، فهمتوني؟ يبقى انا كده لما بقطع كمية الاول وارتاح شوية بقعد 5 دقايق وانا قاعدة مكاني برضو في القطعة عادي، ايدي موجودة برضو في العجينة عادي، 10 دقايق بالظبط. وابدأ ان انا اكمل بقية التقطيع، بحيث ان انا ال10 دقايق اللي استنيتهم دول على النص ساعة اللي لسه هستناه لما يخمر الخبز، كده خلاص هكون دخلت ايه في التسوية. يبقى زي العجين ده زي ده، بدل ما الكمية اللي ورا تتبشم مني، لا بلاقيها بقى مظبوطة وحلوة. هنا بقى انا قربت لك للتقطيع علشان تاخدي بالك، الناس اللي هي بتقول لي قربي لنا قطعة ولا اتنين يا ام يوسف للتقطيع اهو. قطعنا دول مع بعضينا في القريب علشان، وجبتهم لك كمان على بالراحة كده علشان تاخدي بالك في القطعة. كل ما بتلفيها حوالين ايديكي حوالين بعضيها بتبلي ايدك زيت، وبتلاقيها بالايد التانية اللي انتي ماسكاها بيها بتلاقيها ما شاء الله اللهم بارك القطعة مدورة معاكي، علشان الرغيف معاكي بعد كده في الخبيز يطلع معاكي مدور الرغيف ويبقى حلو، ما يبقاش مبوس كده وحته رايحه كده وحته جايه كده. ماشي. عشان الناس اللي بتقول لما باجي يخبزوا ما بلاقيهوش مدور زي عيشك، بتلاقيهوش مدور علشان خاطر انت في القطعه ما بتخليش القطعه مدوره زي كده. ماشي. يبقى انا كده بخلي القطعه مدوره وبقطع. لو كان الجو حر عليا علشان خلاص الصيف، كل سنه وانتم طيبين، بعد رمضان على طول الصيف هيخش علينا، يبقى ما نقطعش الكميه كلها مره واحده في الصيف. ماشي. في الشتاء اللي بنقطع الكميه كلها، اما في الصيف بنقطع نص الكميه بس ونستنى 10 دقايق ونبدا نقطع بقيه الكميه، علشان خاطر لغايه ما اجي اوصل للكميه الاخيره بتكون كانها لسه مقطعاها دلوقتي، بتاخد راحه الجديد كأن الخبز لسه مقطعاه جديد. وما بستناش كتير قوي علشان ما يتبشمش مني، وما بقطعش صينيه واستنى شويه وصينيه واستنى شويه علشان العجين ما يزيدوش عرق مني في الطبق ويغلبني في الخبيز. هنا بقى ما شاء الله خلصنا الكميه بتاعتنا كلها، اللهم بارك يا رب، بارك لنا يا رب. دول طبعا علشان سحور رمضان وعلشان ايه يفضلوا معانا في الفريزر. هقولك تخزنيهم ازاي باذن الله بعد ما نسويهم، هوريكي. واقول لك للناس اللي سالتني وبتقولي انت بتقولي ازاي نحط الرغيف وشه وفي وشه، هوريكي ازاي باذن الله في اخر الفيديو باذن الله بعد ما نسويه يعني، وانا بلمه كده علشان اعدله. هنا بقى بفرك ايدي من الرده اللي موجوده في ايدي العجين علشان نرمي له الطيور طبعا بدل ما يترمي في الاكل يعني كده في الزباله. بفرك بقى ايدي كلها من العجين، طبعا فيها خميره وملح وعجين، كل ده حلو للطيور طبعا. ما شاء الله اللهم بارك. صلوا على حبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اله واصحابك اجمعين. دول طبعا هنخزنهم في الفريزر، فطبعا هيقعدوا معانا طول شهر رمضان بقى، اللهم بارك يهيصونا بقى في رمضان. كل سنه وانتم طيبين حبايبي. هنا بقى هنيجي عند الفرن بتاعنا. استنيت حوالي ربع ساعه كده او نص ساعه علشان طبعا دي كميه كبيره وانا من بدري بقطع. استنيت حوالي ربع ساعه كده او تلت ساعه، وبدات ان انا جيت عند الفرن، ولعت الفرن بتاعي وبدات ان انا صلحته او مسحته او كنسته كده بالقماشه اللي هي مبلوله ميه دي، علشان اضمن ان ما يكونش فيه ترابه، ولا مثلا لو انا مطيبه قرص مكان صينيه بيكون فيه صماده كده لون رصاصي كده مكان الصينيه من الالومنيا، الحاجات دي كلها. فبنمسح البلاطه بميه بس بعد ما بتسخن، يعني احنا بنولع الفرن يسخن الاول ونرجع نمسح البلاطه زي ما شفتوا كده، علشان اضمن ان البلاطه بتاعتي نظيفه والرغيف من تحت ما يكونش مبهدل منه صماد ولا تراب ولا اي حاجه مش كويسه، وكمان ما يكونش فيه رمله ولا حاجه من الحاجات دي ترابه عشان ما يقرش وانا باكله في تحت اسناني. هنا بقى بدأنا سمينا الله كده وبدأنا الخبيز بتاعنا. طبعا اول صينيه انتي قطعتيها هي بنبدأ منها، يعني اول صينيه احنا قطعناها هي اللي بنبدأ منها تسويه، وبنحاول كمان اول رغيف قطعناه كمان علشان يبقى كده الدنيا تمام. طبعا بنسيبهم حوالي نص ساعه يخمروا من اول ما بدأت تقطيع في الشتاء. اما في الصيف 10 دقايق بس وببدأ تطيب على طول، علشان الخميره في الصيف بتحس ان مفعولها بيبقى مفعولين غير الشتاء. الشتاء طبعا الجو ساقعة والمية بتبقى مهما كان برضو بتبقى فيها ساقعة شوية، الطبق اللي هاجن فيه بيكون ما هواش دافي من الجو حواليه، الدقيق، المكان، الجو، كل ده كده. طبعا في الشتاء احنا قايلين ان احنا بنغطيه ببطاطين حلو علشان يدفى معانا، لان احنا زي ما انتوا عارفين ان احنا مشبهين العيش
واللبن الجبنه والزبده اللي احنا بنعملها على القناه مشبهنا بالطفل الصغير. بندفي اللبن في الشتاء بالبطانيه زي ما بندفي الطفل الصغير اللي نايم معانا بالظبط. نفس الكلام الخبز برضو بندفيه بالبطانيه زي الطفل الصغير اللي نايم بالظبط. ماشي. طبعا هحط لكم باذن الله فيديو للجبنه والسمنه علشان رمضان، ان حد حب منكم يعمل جبنه او سمنه وازاي تخزنيها رمضان، كل ده عاملينه على القناه لو حبيتي تاخدي لك لمحه كده عن القناه يعني. وفي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، رقم الواتس للناس اللي بتكتب لي في التعليقات احنا عايزين رقم الواتس عشان نتواصل معاكي الاسئله يا ام يوسف. الرقم طبعا في اللمحه، لمحه القناه هتلاقوه موجود لاي حد عايز اسئله مفيده. بصراحه الاسئله اللي هي اي كلام دي بعمل بلوك على طول واريح دماغي ما ماشي فاهميني. طيب كده بقى بدأنا، خلينا في الخبيز بتاعنا. كده بقى ببدأ ان انا اخبز على مطرحتين علشان خاطر الرغيف وسطه ما يرقش مني. لو خبزته على مطرحة واحدة الكبيرة على طول الرغيف هيبدأ يرق مني وسطه، ويبدأ وسطه يبقى رقيق رقيق يعني، والحروف بتاعته هتبقى تخينة وهيبقى كلها عجين كده ما تبقاش مظبوطة في الخبيز. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجة نظيفة حاجة حلوة بتعمليها لبيتك تاكليها في السحور تبقى حلوة قوي. وكمان لو عملناها كده فطرنا بيها في مرات كتيرة ما بنقدرش ان احنا نطبخ ونعمل كل يوم طبيخ، بنبقى زهقنا من الطبيخ مثلا، فبتعملي خبز وبتعملي اكلة سمك حلوة كده او اكلة كبدة او اكلة اي اكلة حلوة كده بتاكلي بيها، بيبقى بجد الرغيف طري وحلو تاكلي منه ما تشبعيش بصراحة. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي، وربنا يبلغنا كلنا رمضان على خير يا رب اللهم امين. ان احتجتي فيديو الكيلو هتلاقيني حاطهولك باذن الله في صندوق الوصف لو حبيتي تعمليه. في ناس كتير عملته معانا وبعتته على الواتس وما شاء الله الصور جميله واكل وخبز جميل، وبتقول لي انا جوزي قال لي ما بقاش هشتري من بره بقى تاني، خلاص انت اعجني بقى هنا في البيت وخبزي. وبتقول ولادي والله بقوا مبسوطين بيه وبيحبوه عن خبز بره قوي لانه نظيف وحاجه حلوه وانا عاملاها في البيت. ولما بتعملي الحاجه لولادك بحب كده وانك راضيه وبتبقى حلوه طبعا بتبقى الحاجه ليها طعم تاني بصراحه. ايوه حتى لو انت هتتعبي شويه هي اول مره بس والتاني مره اللي انت هتحسي فيها بمجهود، اما بعد كده هتحسي ان الحاجه طبيعي خالص وبتعمليها عادي زيها زي اي مصلحه في البيت بتقضيها عادي. تمام حبايبي. كده بقى طبعا ببدا القط جنبيكي، انا مقربه لك الكاميرا للتصوير علشان خاطر تاخدي بالك من اي سؤال انت عايزاه. ببدا ان انا ابطط الحروف علشان اطمن ان الرغيف ما يكونش وانا بخبزه وسطه رقيق وحرفه تخين، لان حرف الرغيف لما بيكون تخين بتحسي ان كله يتمكن في عجين كده. طبعا احنا عندنا فيديو لتلدين العيش للناس اللي بتحب العيش الملدن. العيش الملدن ده انك انت بتحمصيه في الفرن بعد ما بتخلصي تسويه، هتلاقوه برضو باذن الله في علامه الاي فوق في الفيديو يا اما في صندوق الوصف تحت. إيه ان حبيتي تخشي تشوفي العيش بنلدنه ازاي. طبعا احنا ملدنينه في الفرن الكبير ده، انت لو حبيتي تلدنيه في الفرن التاني بتاع البوتاجاز هتولع الفرن عادي ويسخن كويس وابدا يهدي النار فوق وتحت وابدا يحط فيها الخبز. بس انا في حته عملتها في الفيديو ان انا فتحت الخبز كله ما خليتوش مقفول زي ما هو. حاولي انك تفتحي الرغيف علشان يجي معاكي هايش كده وحلو وانت بتاكلي. تمام كده تمام حبايبي. اي سؤال عندك طبعا اكتبيه باذن الله في التعليقات اقدر ارد لك عليه باذن الله، حتى لو انا ما قلتش معلومه وانت عايزه تعرفيها اكتبيها باذن الله باذن الله ارد لك عليها ان شاء الله. ببدا بقى ان انا اخبز على المطرح الاولى. طبعا انا قايله لكم قبل كده ان احنا بنحط حبه دقيق مع حبه رده ونبدا نرش بيها على المطارح علشان الرغيف ما يشيلش مني رده كتيره من القعر، وكمان علشان ما يتحرقش لو حطيت دقيق بس. ولو حطيت رده بس بتلاقي فيه نخاله كده في الرغيف من تحت، فانا علشان كده بحط كميه دقيق قليله وكميتين قدها رده، وابدا ان انا ارش بيه على المطارح بتخلي لي الرغيف من تحت ما فيهوش خالص لا رده ولا دقيق ولا اي حاجه. انما لو رشيتي برده بس الرغيف بيشرب رده كتير وبيبقى فيه نخاله من تحت كده اما تيجي تاكليه. ورشيتي دقيق بس الرغيف بياخد الدقيقه كلها معاه ويتحرق في الفرن ويديكي لون اصفر كده في الرغيف من تحت. احنا بقى مش عايزين اللون الاصفر اللي فيه من الرغيف من تحت ده، فبنضيف كميه النخاله على كميه الدقيق بيقلبوا لنا الرغيف. بتلاقي قعر الرغيف من تحت لا هو اصفر ولا هو ماسك نخاله معاه ولا رده ولا اي حاجه خالص، بتلاقيه منقرش كده وجميل زي ما هوريهولك باذن الله في اخر الفيديو واحنا بنلم الخبز مع بعضينا. وان شاء الله باذن الله هتستفادي باذن الله كده. وفي كمان حبايبي فيديو لانك انت ازاي تعجني العجين من الاول للاخر، يعني هو فيديو للعجين بس. هحطولكم برضو باذن الله ان حبيتوا برضو تخشوا تشوفوا العجين، لان احنا ما جبناش النهارده طبعا في الفيديو ده العجين، لان انا كل الفيديوهات قبل كده اللي انا جايبه فيها من العجين من الاول.
حبيت بس ان انا ما اطولش عليك الفيديو، علشان كده انا قلت كفايه التقطيع والتسويه مع بعضنا. هنا بقى خلاص هبدأ ان انا بقى يعني اسوي بقى الباقي. انا كده وريتك كام رغيف اهو، هبدأ ان انا بقى اسوي مع نفسي الباقيين، واجيب لك بقى في الاخر احنا ازاي خزناهم وازاي عدلناهم. طبعا نار الفرن من تحت بعد ما بتسخن الفرن كويس جدا بتبدأ توطي القعر من تحت، والنار من فوق بتكون عالية. هو الفرن ده على فكرة هو تسوية الفرن اللي ناره من فوق. برضو في ناس بتقول لي يعني احنا تسوية الفرن من عندنا نارها من فوق مش من الجوانب زي عندك. هو هنا زي هنا. المهم ان تكون النار عالية من فوق علشان تسويلك الرغيف حلو. ببدأ ان انا اخرم الرغيف علشان خاطر لو في هوا دخل مني من تحت المطرح وانا برميه تخرج من الخروم اللي انا عاملاها دي، تبدأ تخلي لي الرغيف كله سوي واحد. وميزة واحدة على البلاطة، ما تخليش حتة رقيقة مليانة هوا من جوه وحتة تخينة فيها عجين، وتخلي لي الرغيف ما هواش ميزان واحد. علشان كده انا بديله بعود الكبريت خرمين كده ولا حاجة علشان تطلع لي كل كمية الهوا اللي فيه، علشان يقب معايا ويبقى جميل. انتوا لاحظوا الرغيف اللي انا مش بديله الاخرام دي ما بيقبش معانا لان بيكون فيه تحتيه هوا. اما الرغيف اللي احنا بنحطه الخرمين دول ما شاء الله بيقب وبيبقى جميل. ماشي. اهم حاجه نار الفرن من القعر ما تكونش عاليه قوي علشان ما تحرقلكيش الخبز. اما من فوق عادي، كل ما بتعليها وكل ما بتخلي النار طبعا حلوه. هبدا بقى ان انا خلاص كده خلصت معاكم خبيز. هبدا بقى اوريكم الكميه ما شاء الله اللهم بارك اهي. وهوريكي كمان الوقت. طبعا كل ده احنا بنفرده كده لغايه ما يبرد خالص، ما بنقدرش ان احنا نشيله في التلاجة الا لما يبرد. لما بتكون كميه كبيره كده بنلدن منها رغيفين، وهحط لكم برضو الفيديو باذن الله بقيته. ولما بحط بقى شويه في كيسين في التلاجة من تحت والباقيين في الفريزر، بحيث ان انا لما خلاص الاكياس اللي تحت دي خلصت او كيس او اتنين، ببدأ ان انا انزل الكيس الكبير اللي في الفريزر علشان خاطر يبدأ مع نفسه يفك يوم واتنين ناخد منه برضو. هنا بقى هبدأ اوريكي انا بخزنه ازاي. هنا ده الرغيف وريتك قعره ووريتك وشه، الدنيا تمام حلو زي العسل. المهم ان انا بنفض مش وشه من الرده اللي فيه منه خاله، وببدأ احط الرغيف وشه لوشه زي كده، وقعره لقعره زي ما انت شايفه. بنفضه من الدقيق من الرده اللي عليه الاول، ما بحطوش كده لا، بقلبه الناحيه التانية. ايوه، بحط الوش للوش والقاع كمان للقاع علشان خاطر لو في رغيف القعر بتاعه محروق شويه ما يدينيش على الوش لون اسمر. ماشي، لون محروق يعني. فهنا بقى بعمل زي ما انت شايفه كده اهو، الوش للوش والقاع للقاع والدنيا تمام والحمد لله. وببدأ ان انا ارصه في الشنط بنفس النظام ده كده. عايزه تشقيه نصين شقيه، عايزه تخليه زي ما هو كده سليم خليه حسب طبعا المكان عندك في الفريزر. يعني في ناس عندها التلاجة اللي هي الصغيرة اللي باب واحد دي، فبتشقه نصين بالسكينة وتحطه. هنا بقى خلاص انا بلم الكمية كلها بعد ما تبرد بنفس الكلام ده، وابدأ ان انا احطها في الشنط عندي واحطها في الفريزر او في التلاجة من تحت. عايزة تلدني منها كمية لدني ما شاء الله بتعيش معاكي حلو، وما بتاخدش كمان مكان في الفريزر او في التلاجة. بتحفظيها بره في اي شنطة نظيفة بعد ما تنشف خالص معاكي، او في كرتونة وتقفلي الكرتونة كويس علشان التراب. بتعيش معاكي ما شاء الله شهر واتنين وتلاتة ما بيجرالهاش حاجة، وبيبقى طعمها جميل. كده حبايبي خلاص الفيديو بتاعنا انتهى. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. اي سؤال عندك اكتبيه وانا من عيني ليكم حاضر. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبلغنا كلنا رمضان على